في 1 مارس 2008 دخل 2 رجالة بيت عيلة كافي في ولاية تكساس، وبدأوا عملية من جرائم القتل نتج عنها مقتل طفلين وأمهم. الناجين الوحيدين من المجزرة دي كانت إيرين كافي اللي كان عمرها وقتها 16 سنة، ووالدها تيري اللي نجا من الحادثة بعد ما اتضرب بالنار أكتر من مرة، ده قبل ما المجرمين يولعوا في البيت. الحادثة دي صدمت المجتمع، وده لأن التحقيقات أثبتت إن العقل المدبر ورا المجزرة دي كان إيرين نفسها. بدأت القصة مع بداية علاقة إيرين بتشارلي ويلكنسون اللي كان أكبر منها بسنتين، وتعرفت عليه حوالي 5 شهور قبل الحادثة لما اتقابلوا وهم شغالين في مطعم سونيك للوجبات السريعة، والعلاقة اتطورت بسرعة. تشارلي كانت تصرفاته توحي بإنه مهووس بإيرين، ده حتى ادالها خاتم بتاع جدته وطلب منها الجواز أكتر من مرة، ورغم سنهم الصغير إلا إنهم في الأول فكروا يهربوا عشان يقدروا يتجوزوا. بس العلاقة دي كانت مصدر قلق كبير لأهلها، ووالدها تحديدا قال إنه ما كانش بيرتاح لتشارلي من أول مرة شافه فيها، وللأسف إحساسه كان صح. إيرين كان عندها أخين، تايلر 8 سنين وماثيو 13 سنة، كانوا بيعزفوا على الجيتار والهارمونيكا في الفرقة بتاعة الكنيسة المحلية، ووالدتهم بيني كانت بتعزف على البيانو، وإيرين كانت المغنية الرئيسية للفرقة دي لحد ما قابلت تشارلي. في الفترة دي بدأ مستواها في الدراسة يتراجع بشكل كبير جدا. أهلها قرروا يدوروا ورا تشارلي ويلكنسون عشان يعرفوا أكتر عنه، ومن ضمن اللي لقوه لما عملوا سيرش على الإنترنت كانت صفحة ويلكنسون على موقع ماي سبيس. الصفحة كانت مليانة بكلام فيه إيحاءات جنسية وكلام كتير عن شرب الكحول، ده غير آراءه اللي كانت دايما بتميل للعنف. وكخطوة أولى في حماية بنتهم قرروا يمنعوا أي تواصل ما بينها وما بين تشارلي، ومع إصرار إيرين على العلاقة دي سمحوا لها بمكالمة واحدة في التليفون. كانوا متخيلين إن هي ممكن بعد شوية تزهق وتبعد عنه، لكن في فبراير 2008 وبعد خلافات كتير، تحديدا لما إيرين كسرت كلام أهلها بخصوص التليفون، أهلها أصروا على إنهاء العلاقة دي تماما. في نفس الشهر بدأت إيرين تتكلم قدام صحابها عن قتل أبوها وأمها، كانت فاكرة إن هي دي الطريقة الوحيدة اللي هتقدر تكون بيها مع تشارلي. معرفش هل صحابها ما خدوش كلامها بجدية كفاية، ولا هل ممكن يبقى في حد منهم كان بيشجعها. إيرين حطت خطة مع صديقها تشارلي وصاحبه ويد وصديقته. الروايات بتختلف حوالين مين العقل المدبر للجريمة دي، لكن تيري كافي والدها بيرفض تماما ان بنته تكون هي اللي خططت لجريمه بالشكل ده. تشارلي قال انه عرض على إيرين اكتر من مره ان هم يهربوا، لكن في شهادته قال ان هي اللي اصرت على موضوع القتل. في يوم الجريمه وصل تشارلي وصاحبه ويد لبيت عيله كافي، وبره كانت إيرين مستنيه في العربيه مع صاحبته. تشارلي قبل ما ينزل قال لإيرين انه ممكن يضطر يقتل اخواتها لو حد منهم شافه عشان ما يبقاش فيه اي شهود. ساعتها ردت وقالت: اعمل اللي انت شايفه صح، اعمل كل اللي تلاقيه ضروري عشان نكون مع بعض. وبمجرد ما دخلوا، ويلكنسون راح على أوضة تيري وبيني وبدأ يضرب عليهم نار وهم نايمين. بعد ما اتصاب بكذا رصاصة، تيري شاف مراته وهي بتموت قدامه وهو عاجز مش قادر يعمل حاجة. وقتها حصل مشكلة في سلاح ويلكنسون، فصاحبه ويد طلع سيف ساموراي واستخدمه في إنهاء حياة بيني. بعدين طلع الدور اللي فوق اللي كان مستخبي فيه تايلر وماثيو. تيري سمع ابنه وهو بيصرخ وبيستغيث وبيطلب من تشارلي ان هو يسيبه وما يقتلوش، وبعدها فقد الوعي. بعدها نهبوا البيت ودوروا على كل الحاجات الغالية وسرقوها. ويلكنسون كان وعد صاحبه ويد انه يديله $2000 لو ساعده في الموضوع ده، وفي الاخر رشوا بنزين على العفش وولعوا في البيت. لكن بمعجزة تيري استرد وعيه وهو شايف النار بتاكل البيت حواليه، وزحف عشان يخرج من شباك الحمام. احتاج حوالي ساعة عشان يوصل لأقرب بيت من جيرانه اللي بلغوا الشرطة لحظة لما شافوه. الشرطة لما سألوا جيرانه عن حالته الصحية قالوا إن تيري كان بينزف من كل حتة. نقلوه فورا للطوارئ لحد ما حالته تبقى مستقرة إنه يقدر يتكلم. لما الشرطة قدرت تاخد شهادة تيري، قال إن تشارلي ويلكنسون هو اللي عمل كده في عيلته، وعلى طول الشرطة دورت على تشارلي ولقوه واستجوبوه. وبعد البحث وصلوا لإيرين في كوخ صغير على أطراف البلد، كان مملوك لعيلة ويد صاحب تشارلي. لما لقوها كان باين عليها آثار الصدمة، وقالت إنها اتخطفت وإن في 2 ملثمين دخلوا البيت وهددوها بالسيوف، فاضطرت إنها تستسلم لهم وأصرت إنها ضحية. وقالت إن تشارلي قتل عيلتها عشان ينتقم منها لما قررت إنها تبعد عنه. بعد أقل من 24 ساعة من استجابة الشرطة لعمليات القتل في بيت كافي، المشتبه فيهم ال4 كانوا في الحجز وال4 اتكلموا. قصة إيرين عن اختطافها ما خدتش وقت طويل عشان تنهار،
خاصة لما تشارلي وويد الاتنين شهدوا نفس الشهادة وقالوا إن عملية القتل كانت أصلا فكرة إيرين، لكن إيرين فضلت مصرة على إنها ملهاش أي علاقة بمقتل عيلتها. في النهاية تم توجيه تهمة القتل من الدرجة الأولى للمجرمين الأربعة، اتحكم عليهم بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط. في الأول المحققين والادعاء طلبوا بتنفيذ عقوبة الإعدام، لكن تيري كافي اتدخل وطلب تخفيف العقوبة، ورغم كل اللي مر بيه مازال بيحاول يحافظ على علاقته ببنته. أكيد الموضوع ما كانش سهل عليه في البداية، أما إيرين واللي مازالت بتقضي عقوبتها لحد النهاردة فلسه بتنكر دورها في التخطيط لقتل عيلتها. في 30 إبريل 1989 رعايا كنيسة أوليف برانش كانوا منتظرين بفارغ الصبر بداية المراسيم الرسولية، لكن القس روبرت ما ظهرش في ميعاده، وكمان أفراد عيلته ما كانوش موجودين في أماكنهم المعتادة. لما راحوا يطمنوا على الأسرة في البيت لقوه هو ومراته واثنين من بناتها غرقانين في بركة دم، والشرطة لما دورت اكتشفت إن جيف بيلي ما كانش موجود عشان تبدأ قضية من قضايا غريبة شوية. جيف كان معروف عنه إنه بتاع مشاكل. المراهق اللي عنده 17 سنة قبلها بفترة صغيرة اتهموه بتهمة سطو، ونتيجة لكده أبوه حبسه في البيت في نفس الوقت اللي كان فيه حفلة تخرجه. بالنسبة للشرطة ده كان دافع واضح وأكيد يخلي جيف هو المشتبه فيه الأول في الجريمة. لما الشرطة قبضت على جيف تاني يوم في منتزه ترفيهي كان في رحلة ليه مع المدرسة، لقوه لابس أحسن بدلة عنده وبيحتفل مع أصحابه ولا كأن في أي حاجة حصلت الليلة اللي قبلها. لكن في النهاية اتوجه له تهمة قتل 4 أفراد من عيلته، بس لسه في أسئلة كتير حوالين إذا كان جيف فعلا هو اللي ارتكب الجريمة دي. اتولد جيف في عيلة متدينة، أبوه وأمه إيفا اتقابلوا في الجامعة في الستينات واتجوزوا سنة 1970، وبعدها بسنة خلفوا جيف، وبعدها ب5 سنين أخته جاكي. وعلى الرغم من إن التركيز الأساسي لروبرت في حياته كان على تدينه وعلى شغل الكنيسة، إلا إن الراجل اشتغل في وظيفة مربحة جدا في برمجة الكمبيوتر سنة 1980، والفرصة دي خدت العيلة لكيب كورال في ولاية فلوريدا، وهناك اتشخصت مراته إيفا بسرطان الجلد سنة 1984 وماتت بعدها بشهور قليلة في سن 34 بعد ما رفضت العلاج. وقتها منع روبرت ابنه جيف وبنته جاكي من البكاء على أمهم اللي توفى، وده لأنه كان شخص صارم جدا وشايف إن تعبير عن المشاعر زي الحزن أو الغضب يعتبر ضد إيمانه وتدينه. وبعد كام شهر من وفاتها اتعرف روبرت على دون هوبر، الست اللي كان عندها 28 سنة وفقدت جوزها من وقت قريب، واتجوزوا في نهاية 1985. واتعرف جيف وجاكي على بنات هوبر ال3، جيسيكا اللي كان عندها 5 سنين، جانيل 3 سنين، وجولين 2 سنين. وفي سنة 86 روبرت انتقل بعيلته الجديدة لليكفيل عشان يكون مسؤول عن كنيسة أوليف برانش اللي بترعى أكتر من 100 مسيحي متدين. لكن في الوقت ده الأمور في البيت ما كانتش أحسن حاجة. المحقق مارك سنتر قال في تقريره إن كان في حالة من التوتر الكبير بين جيف وروبرت، وإن كان في شهادات من الجيران عن وجود حالة من العنف الأسري لما روبرت ضرب جيف، ولكنهم شهدوا إن ده برضه حصل لمرة واحدة. لكن غير كده عاشت عيلة بيلي في البيت الملحق بالكنيسة لحد أوائل سنة 89 في سلام. لكن في الوقت ده اتقبض على جيف بتهمة سرقة سيديهات وفلوس من بيت قريب منهم، وكرد فعل أبوه حبسه في البيت ومنعه من الخروج تماما. وهنا بدأت الأمور تاخد شكل تاني خالص، لأن الفترة دي كانت مهمة بشكل خاص جدا عند جيف. حدث بيستمر لمدة يومين، حفلة يوم السبت 29 ورحلة المتنزه جريت أمريكا يوم الحد 30. مارك سنتر افترض في تقريره إن جيف كان غضبان ومحبط جدا بسبب قرار أبوه، وكرد فعل رد بأكتر طريقة عنيفة لا يمكن حد يتصورها، وقال إن جيف حضر حفلة تخرجه بعد ما أطلق النار على أبوه ومراته و2 من بناتها. بعد غياب روبرت عن خدمة يوم الحد في الكنيسة الساعة 9 الصبح، واحد من المعاونين بتوعه راح وخبط على البيت، لكن محدش رد. دور على المفتاح الاحتياطي ولقاه، ولما فتح الباب أول حاجة شافها كانت نضارة روبرت واقعة على الأرض وسط بركة دم، وبعدين شاف جثته. لما الشرطة وصلت لقوا دون كانت ميتة وهي حضنة 2 من بناتها وهم ميتين. المحقق مارك سنتر قال ما كانش لازم حد يشوف اللي شفناه في بيت روبرت اليوم ده، ما كانش باين انه سطو، ما كانش باين أي آثار اقتحام. المحقق شفت أسوأ ما يمكن إنك تشوفه، لكن كان عندنا شغل وكان لازم نبدأ ندور على المشتبه فيهم، جاكي وجيسيكا وجيف، وده لأنهم الوحيدين اللي نجوا من المجزرة. وعلى طول الشرطة بدأت تعمل تحريات عن حجج غيابهم. جاكي كانت بره البلد بتزور واحدة صاحبتها،
أما جيسيكا فكانت بايتة مع مجموعة من صحابها في بيت واحدة منهم، لكن جيف كان هو الوحيد اللي موجود في المدينة، وكان غضبه ناحية تصرف أبوه واضح، وده اللي خلاه يبقى المشتبه الأول في القضية. الشرطة استجوبت جيف لما قبضوا عليه في متنزه جريت أمريكا تاني يوم الحفلة. لما سألوه عن دون زوجة أبوه قال ما كناش متوافقين، لكن ما كانش فيه بينا مشاكل، ما كانش فيه مجال كبير للكلام، وكنا يعني عايشين وبنستحمل بعض. لحد دلوقتي برضه مفيش دليل واضح وأكيد على إن جيف هو المسؤول عن الجريمة، أصل من غير سلاح جريمة أو أدلة جنائية أو شهود القضية ضد جيف هتبقى ضعيفة. المحققين كانوا معتمدين على أدلة ظرفية وتوقيتات الأحداث. على حسب كلام المدعي العام قال إن النافذة الزمنية المتاحة لتنفيذ الجريمة كانت وقت قليل جدا، بشكل ما يسمحش لأي شخص غريب عن البيت إنه يقوم بيها، ومع عدم وجود آثار اقتحام اتأكدوا إن الجاني كان فرد من أفراد البيت. كانت نظرية الادعاء كالآتي: بعد ما استخدم جيف بندقية قديمة كانت موجودة في بيت العيلة عشان يقتل الضحايا الأربعة، غسل هدومه ونظف المكان من آثار الدم، ودخل خد دش ونزل ساق عربيته وراح لحد بيت صاحبته عشان ياخدها ويروح حفلة التخرج. بس برضه ما كانش فيه أدلة كافية لاتهامه، وفضلت القضية مقفولة لحد سنة 2002 لما توجه له تهم بقتل 4 أفراد من عيلته لما كان وصل لسن 38 سنة بعد 17 سنة من ارتكاب الجريمة. وقتها كان جيف رب أسرة جديد وبيشتغل كمستشار لشركة IBM. بدأت محاكمته في 2006، لكن الغريب إن المحققين اعتمدوا في الاتهام على نفس الأدلة الظرفية والجدول الزمني اللي اعتمدوا عليه في الثمانينات. محامي الدفاع اعتبر ده سبب غير كافي لفتح القضية، وقال إن في شهود كتير قالوا إن جيف الليلة اللي قبلها كان بيحتفل مع أصحابه وبيستمتع معاهم زيه زي كل اللي موجودين، بشكل مش منطقي يكون مناسب لحد قتل عيلته. ما كانش شيء مقبول للعقل إنه يقتلهم وبعدين يخرج ويحتفل بالشكل ده. لكن هيئة المحلفين لقيت إن جيف مذنب في كل الضحايا واتحكم عليه ب160 سنة غير قابلة للإفراج. لكن على الرغم من كده من الواضح إن كان في ناس مؤمنين ببراءة جيف. محامية اسمها فرانسيس واتسون من مكتب ماكيني لطلبات البراءة اتقدمت بطلب اسمه Post Conviction Relief، وهو فرصة للطعن في الإدانة أو مدة الحكم من خلال تقديم أدلة جديدة أو مناقشة الأخطاء اللي تمت أثناء المحاكمة. كان أساس إعادة الطلب هو اختبار اليومينول، وده مادة بيستخدمها الطب الشرعي وبتدي وميض أزرق لو لمست الدم. المحامية طلبت إجراء اختبار على الغسالة الموجود في بيت العيلة لإثبات هل هو فعلا حاول ينظف المكان بعد ارتكاب الجريمة أو لا. والحقيقة إن نتائج الاختبار ما حددتش وجود دم أو حتى مسحوق أو استخدام الغسالة في اليوم ده. أصرت المحامية إن الادعاء اللي قال إن جيف غسل هدومه عشان يتخلص من آثار الدم أوهم هيئة المحلفين بشكل غير عادل أثناء المحاكمة. ده غير إن كان في شهادة كمان مريبة ما تمش إضافتها للأدلة. الشرطة كانت خدت شهادة ست اسمها توني بيلر، وفي الشهادة دي قالت حاجة غريبة. قالت إن روبرت كان ليه تعاملات مالية مشبوهة في فلوريدا، وإنه كان ذكر أكتر من مرة إنه خايف يتقتل على إيد حد من عملائه. ومع ذلك الشهادة دي لم يتم إضافتها للأدلة. لكن لحد دلوقتي جيف اللي عمره 38 سنة لسه بيقضي عقوبته بتهمة قتل 4 من أفراد عيلته لما كان مراهق سنة 89. تفتكروا الأدلة اللي سمعتوها كانت فعلا كافية لإدانة جيف بقتل عيلته؟ بس كده، ودول كانوا القضيتين اللي معانا النهاردة، واستنونا في قضية جديدة من قضايا غريبة شوية.